بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز ايكوك اللي هو اليونيو اير، اللي هو الوش بتاعه ازاز. طبعا الازاز اتكسر وفي ازاز في السوق لكن غالي، فهو عايز يركبه ستانلس. طبعا هو سأل في التوكيل وسأل في السوق. طبعا بره ما فيش وشاش. الوش مشكلة الوش العين الكبيرة اللي فوق ديت مش هتلاقيها في الوش، فاحنا هنعدل له وش. هقول لكم اسم الوش ده في اخر الفيديو ان شاء الله. بقيس الاول، ده 60 في 60، ادي 60 طول و60 عرض، 60 في 60. طبعا انا هجيب وش وهقيس عليه وهنعمل شويه تعديلات جوه. في مسمورين راكبين ورا من اليمين ومن الشمال، ويتحل ببرواز. ده كده ده برواز مكان الوش القديم. طبعا هو مش عايز يجيب تاني لان هيتكسر تاني. ادي جبت الوش اهوت، وبقيس برضو تاني، ادي 60 في 60. طبعا احنا هنعمل تعديل للعين الكبيره دي، هتتشال لان مفيش فتحه وش 4 شعلة نفس الحجم كده، نفس الحجم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعدل، نغير مكان العيون اهو. ادي الوش ده اهو بنقيسه، ادي الاتنين اللي ورا دول وسط هيبقوا قد بعض. بشوف بس هيقعد مرتاح ولا لا قبل ما اعمل اي حاجه. تمام تمام. فالاتنين اللي ورا دول بيبقوا وسط، والكبيره قدام على الشمال والصغيره خالص ديت على اليمين. شبه البوتاجازات اللي طالعه مثلا كريازي يونفرسا ايديال، نفس النظام الكلام ده. او فريش النظام الغرفه من فوق كله النظام كده، بيبقى الكبيره قدام على الشمال والصغيره خالص بتبقى قدام على اليمين. فاحنا هنبدل بقى ايه، دي مكان دي، ودي الصغيره دي هتبقى قدام مكان الكبيره، عشان فتحه الوش. عشان فتحه الوش، فتحه الوش هي اللي حكماني اهو. انا كده ايه، قست كده وطلع تمام، ده كده طلع مظبوط. فانا هبتدي اغير بقى واحل. دي اللي هتتحل وهتتلغى، دي اللي هتتلغى، لان مفيش وش 4 شعلة فيها الفتحة الكبيرة دي، لان دي بتاعت 5 شعلة. بس هو نازل نظامه كده، حتى هو اتصل بالتوكيل وقال له لا، هو ملوش حل غير ان يركب له ازاز تاني. طبعا صاحب البتاع مش عايز يركب له ازاز لان هيكسر تاني. انا اعرف واحد مغيره بتاع 3 مرات ازاز، فقلت له لا، بعد كده لما يتكسر نغيره لك استانلس احسن. قال لي يا ريت. فهو لما ان شاء الله يعني، وان شاء الله ممكن يقعد معاه، هو نصيبه يعني. فانا ببدل العيون بقى اهي. جبت الكبيره هنا قدام، دي الوسط هنا ورا، يبقى الاتنين اللي ورا دول وسط اهي. ديت الصغيره خالص دي هتبقى قدام مكان الكبيره اهي، تبقى هنا. يبقى الاتنين اللي ورا وسط، كبيره قدام على الشمال، الصغيره خالص على اليمين قدام. كده 4 عيون شبه البوتاجازات التانية حسب الوش اللي انت بتجيبه. بس الوش لازم تيجي، عشان في بوتاجازات زي ديت 65، ده 60 في 60 اهو. طبعا التفاصيل اللي جوه دي الصنايعي اللي هيعمل البوتاجاز عارفها، لان انا مش هجيبها لكم ان ده هياخد وقت اهو. عملت التعديل اهو. بركب بقى ايه الطرط اللي فوق. طبعا انا عشان اوفر على الزبون مجيبلوش طرطين اصليين غاليين، فانا هشغل له بتوع الطارات الزهر تاني. كل عين راكبه بمسمارين، تمام. فالمسمارين دولت هيركبوا وتركب الطاره الزهر اللي فوق، طبق الزهر اللي فوق ده عليها. الكبيره بقى دي فيها مشكله. طب احنا عايزين نثبتوها ازاي؟ ففيها خرمين كده، فانا هعمل زي حته شريحه صغيره كده، حته صاج كده، واثبتها في الطبق، وبعد كده ارجع احل مسمارين، مسمار واثبته في الطار اهو. كده ثبت اهو، كده تمام. ادي البوتاجاز اهو، بسم الله ما شاء الله. كده احنا اشترينا البوتاجاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.